عزيز الشقيان الهلكان في الافكار والديزاينات اللي بتقعد تفكر فيها كتير قوي ومش عارف تجيبها منين، والافكار كلها اتهرست وانت ضايع وسط المنافسه العاليه جدا جدا، وبنقعد 1000 سنه ونص نفكر ازاي نعمل حاجه جديده وشكلها حلو وسعرها مناسب. كل ده للاسف تفكير جوه الصندوق. مشاكلك كلها تتحل لما تفكر بره الصندوق. ما تفكرش ازاي تعمل ديزاين حلو، انت تفكر في حاجه واحده بس، ازاي تخلي الشكل البسيط اللي انت هتعمله يطلع حلو. طريقه واحده بس، تختار حاجه شكلها حلو. مجرد ما يبقى عندك كب زي ده خشب طبيعي وتصب جواه شويه شمع، الناس مش هتبقى شايفه الشمع، الناس هتبقى شايفه الكب. القيمه كلها في اللي العين شايفاه. العين شايفه حاجه جاهزه شكلها حلو جميل جدا وفيها حاجه طبيعيه وفيها لونين، هتخلي العين طول الوقت باصه على الجمال بتاع الخشب، مش هتبقى بتفكر الشمع اللي جوه ده اتعمل ازاي. خاصه بقى لو عملت له الشمع ده بريحه، نفترض ان انت حطيت له عليه ريحه ورد مثلا او لافندر او حطيت له عليه قهوه، الافكار جوه الحته ديت واسعه جدا جدا، لكن اهم حاجه ان انت هتبقى بتبيع له شكل حلو وبسيط جدا، وانت مش محتاج تعمل ديزاين لان الديزاينات اللي موجوده عندنا كتيره جدا جدا. تخيل بقى لو عملت من الشمعه الظريفه قوي ديت وجنبها الشمعه الصغيره دي، الشكل لوحده بياع. طبعا هتلاقي اشكال كتير قوي، بولات واطباق وحاجات كتير قوي. الفكره كلها يا صديقي ان انت ما تتعبش نفسك في ازاي الاقي قالب ما حصلش في الدنيا، وانما فكر ازاي اعمل حاجه بسيطه وتتباع بسرعه.